القصة بتاعت النهاردة عن أب وابن فقدوا الأم، وهنشوف حياتهم ازاي من غيرها. بس يا ريت تشتركوا في القناة وتدوسوا إعجاب بالفيديو ده عشان نقدر نعمل فيديوهات تانية كتير. الأب زي كل يوم بيحضر الفطار لابنه ويقول له يلا يا ابني يلا تصحى عشان تبتدي يومك. هو الأب مشغول طول الوقت وبيشتغل، والابن عايز حد يلعب معاه، بس الأب مش عارف يلعب مع ابنه. كل اللي بيقدر يعمله إن هو يشتغل وهو معاه في البيت، مش بيعرف ينزل يروح الشغل. الولد بيلعب لوحده وهو زهقان، وفي الآخر غصب عنه بيبوظ شغل باباه. الأب طبعا زعلان، والابن مفتقد مامته جدا، والأب بيجيب له الأكل ويقول له معلش يا ابني ما تزعلش مني، أنا مشغول عنك بس هعمل إيه؟ وابتدى يقرا معاه زي ما هو بيعوده، وكان بيحاول يقضي على قد ما يقدر وقت مع الابن. والناس التانية كانت بتشوفه إن هو أب صالح وأب كويس، وفجأة بيعملوا خطة الراجل والست دي إن هما يوقعوا الأب. الراجل بيوقعه والست بتحاول تنقذه عشان يبينوا إن هما كويسين معاه. الأب بيرجع البيت ويقول لابنه ما تقلقش يا ابني، أنا لقيت حد هيساعدني ويساعدك ويفضل عايش معانا على طول. طبعا الابن مش مبسوط، هو نفسه مامته تبقى معاه مش حد جديد. بس ما تنسوش تاني تعملوا إعجاب بالفيديو ده وتشتركوا في القناة بتاعتنا. المهم الأب بيرجع يقول لابنه بص أنا هروح الشغل، بس أنا مطمن عليك إن أنا سايبك مع حد كويس. بيكلم البنت ويقول لها ما تيجي تقعدي معانا شوية عشان الابن يبقى كويس وأنا نازل الشغل. الوقت بيعدي والابن لازال بيحس بالزهق، كل يوم بيحس إن هو زهقان. الأب بيقول له أهو زي ما وعدتك، هي هتقعد معاك وأنا في الشغل. الابن بياخد بعضه ويطلع اوضته ويحس ان هو ازاي هيبقى لوحده مع الست دي، هو حتى ما يعرفهاش. بس مش مهم، انا هقعد اتفرج شويه على التلفزيون. ايه ده؟ الست دي بتضربني، انا مش ممكن اعمل ده، دي بتخليني اغسل وانضف واعمل كل حاجه وهي قاعده فاضيه. هي بتبين قدام الاب ان هي حاجه، لكن هي على الحقيقه حاجه تانية خالص. بتخلي الولد يخدمها طول ما هو في البيت، واول ما الاب بيرجع بتبينله ان هي كويسه وان هي كانت بتاخد بالها من الابن طول الوقت. طبعا الابن مش عارف يقول حاجه لباباه، دي مشكله كبيره. هو قاعد يشوف باباه ينزل يروح الشغل وهو مطمن عليه، لكن الام او الست اللي عايشه معاهم دي مش هي ام الولد، لكن بتعرف تسرق الفلوس وبتعرف تعمل كل حاجه وحشه. اخدت الفلوس وضربت الولد ومشيت، وقعدت تصرف الفلوس على نفسها. هي دي ست شريره جدا، بتعمل انها طيبة وهي فعلا مش طيبة. بتبص تدور على الولد، انت فين يا ابني؟ الولد كان في الحمام، بتقوله يلا خلص بسرعة انا كمان عايزة الحمام، وتحضر الاكل للاب وتقوله معلش انا هحضر لك الاكل. بعد كده تاني تحضر لازم الاكل. الولد لما شافها بتزعق فيه زقها من غير ما يقصد. هي بقى اخترعت قصة ان الولد ضربها وسرق الاب، وراح الأب ضرب الولد وقال له اطلع برا بيتي، أنا مش عايزك تتربى معايا هنا تاني. مع إن أصلا الأب جايب الست دي عشان تربي الولد، مش عشان هي تخليه يسيب ابنه. الولد كان جعان وكان نفسه ياكل البيتزا دي، بس مع كل أسف ما كانش معاه فلوس. الراجل قال له ولا يهمك، خد البيتزا دي ومالكش دعوة بحاجة. هو شاف راجل تاني جعان، راح اداله البيتزا، قال له ما تزعلش، احنا كلنا لازم نساعد بعض. حكى له قصته والراجل قال له ما تقلقش انا هساعدك ازاي توصل لمامتك. الولد تخيل ان هو مع مامته وعرف يفكر ان الست هي اللي سرقت الحاجة، بس ازاي يثبت ان الست التانية هي اللي سرقت الحاجة؟ هو كان بيحلم بمامته طول الوقت، وفكر يروح اسم البوليس وقال لهم على فكرة الست التانية هي اللي سرقت كل حاجة. قالوا له عندك دليل؟ وراهم التابلت عليه صورة الست وهي بتسرق فلوس. هم اكتشفوا ان البوليس مسكهم، راحت الست خدت بعضها وجريت بالفلوس، بس البوليس عرف يمسكهم. وكلموا الاب وقالوا له خلي بالك انت الست اللي جايبها في بيتك هي اللي سرقت الفلوس. ابنك ده كان بيقول الحقيقة، قال له ما تزعلش مني يا ابني، انا كنت دايما بقسى عليك، بس بعد كده مش هعمل ده تاني، انت اتفرج على التلفزيون براحتك. الاب قال له خلاص احنا حياتنا ارتاحت، وجاب له واحدة تانية. انتوا متخيلين ممكن تنتهي القصة بالشكل ده؟